يلا بينا. اول سؤال، حضرتك بتقدم لوظيفه الميديكال. حضرتك تعرف ان الميديكال ريب ده بيقعد بالساعات في الشارع في الحر بيلف على رجليه عشان يعمل زيارات الدكاتره. حضرتك بتعرف ان هو ممكن يكون في زيارات متاخره جدا بالليل ولازم يزورها. حضرتك تعرف ان في اسيستنت ممكن تكون بتغلس عليك وما بتدخلكش للدكتور بسهوله. هيبقى هو كده بيقيس جديه حضرتك للشغل واصرار حضرتك على النجاح رغم المصاعب اللي هتقابل حضرتك. فهيبقى الرد ايه؟ ايوه يا دكتور، انا عارف كل المصاعب اللي حضرتك بتقول عليها دي، وانا عايز اطمن حضرتك ان انا بالفعل نزلت مع زميل ليا بقاله في الكارير اكتر من سنتين، وقابلت كل الحاجات دي خلال اليوم خلال شغلي معاه. ولكن انا باكد لحضرتك يا دكتور ان كل الحاجات دي تعتبر ثمن بسيط في مقابل لاصراري على النجاح، اللي انا اقدر انجح في الكارير واقدر اترقى فيه واقدر احقق رقمي واحقق الانسنتيف واحقق عائد مادي محترم من الكارير ده. فبالتالي كل اللي حضرتك قلت عليه ده ثمن بسيط مقابل اللي انا في الاخر بسعى عليه واللي عيني عليه. فده يعتبر الاجابه الانسب للسؤال.